السلام عليكم عزيزي مشاهد قناة الدرع، أهلا بك معايا في حلقة جديدة. حلقة تحت عنوان المؤامرة الكبرى لإسقاط الأهلي. وللأسف جمهور الأهلي انجر لهذه السياسة القذرة التي يقوم بها الإعلام الأبيض ولجانه الإلكترونية. ومبروك على الزمالك إيقاف القيد ال 14. وطبعا ما حدش هيطلع يتكلم في الموضوع دوت، لأن شغلهم الشاغل هو المؤامرة على النادي الأهلي وإسقاط النادي الأهلي. وللأسف بعد الإخفاق الكبير في بطولة أفريقيا والأداء المتردي للإدارة بتاعة النادي الأهلي، واللي انعكست على فرقة كرة القدم وإدارتها الفنية المتمثلة في الفاشل يسترب. النادي الأهلي جمهوره انجر إلى هذا يعني هذه المؤامرة اللي بيقودها الإعلام الأبيض. فإن شاء الله هنخش ونتكلم في حاجات مهمة، وإزاي نقدر نرجع بالنادي الأهلي، وإيه اللي بيحصل على الساحة الرياضية دلوقتي. رقم واحد اللجان الإلكترونية، إمام عاشور ماشي، زيزو وعروض الخليج، وأشرف بن شرقي اللي شال اسم النادي الأهلي من على الانستجرام بتاعه. طبعا شغلهم الشاغل اللعيبة اللي هي راحت من الزمالك للنادي الأهلي، لأن الحرقان مستمر. ويطلع علينا اعلام الصرف الصحي اللي يطلع وينظر على اداره الاهلي، بل وصل الامر للتهكم على اداره النادي الاهلي، اللي يقول لك انتوا وهمتونا ان احنا نتعلم من اداره النادي الاهلي، واللعيبه بتاعتكم لعيبه فاشله، والصفقات اللي انتوا جبتوها وضحكتوا علينا بيها وقلتوا عليها صفقات جامده وطلعت مضروبه. اولا، هو انت مين اصلا عشان تحاسبني كنادي اهلي؟ جمهور النادي الاهلي اللي يحاسب النادي الاهلي. انما انت بقى مين بلجانك الالكترونيه؟ طب ما تيجي كده نعمل كشف حساب ونتكلم. بيقول لك ان اداره النادي الاهلي اخطات لما امام عاشور غلط وما سافرش تنزانيا وما تعرضش للبيع. طب حاجه حلوه قوي نتكلم فيها. امام عاشور اللي بيقول لك ما تعاقبش، قال لك ما تعاقبش. امام عاشور اللي ما تعاقبش ده اتوقع عليه مليون جنيه، اقوى عقوبه في تاريخ الكره المصريه، وتوقف اسبوعين. انت بقى كلمنا عن بنتايك يا ايمن يا عبد العزيز، انت والدرديري والاشكال اللي زيكم دي. كلمني عن بنتايك اللي قعد 3 شهور منقطع عن التدريبات، رفع عليك شكوى في الاتحاد المصري وللفيفا، تمام؟ وكنت بتلهث وراه وبتبوس ايده ورجله عشان يرجع النادي تاني. ولما اتجوز وعاش شهر العسل بتاعه، ربنا طبعا يكرمه، وقعدتوا تتسولوا له وتركعوا على رجليكم وتبوسوا الايادي والرجل وتمسحوا له الجزم. بعد كده رجع لك يا حبيبي وكأن شيء لم يكن. ما شفناش سمعنا عقوبه عن بنتايك، ولا ان بنتايك اتعرض للبيع، ولا اي حاجه من هذا القبيل. ليه؟ لان انت اداره فاشله. احنا ادارتنا بنهاجمها في بعض الملفات، انما انت ما عندكش اداره اساسا. ولما تطلع تتكلم المفروض يبقى عندك ضمير، صح كده؟ ومنصف، مش منصف بتاع السته، لا، منصف في كلامك. بنتايك رجع وشارك وبوسطوا الايادي والجمهور بيناديله. ليه؟ لان هنا انعدمت الكرامه اصلا الرياضيه، صح كده ولا ايه؟ كلمني على عواد اللي بقاله برضو شهرين 3 متمرد على الفرقه، تدريب ما بيحضرش، تحقيق ما بيحضرش، منقطع عن اي حاجه في اي حاجه. وفي الاخر لما محمد صبحي اتطرد في ماتش افريقيا اللي فات بتاع اوتوهم موتوه اللي انتوا عملتوها بطوله كبيره قوي، بس خليكم فاكرين الكلام ده عشان لو حصل لا قدر الله ان الاهلي شارك في بطوله الكونفدراليه وخدها، هنسمع كلام عكس ذلك. ف لما محمد صبحي توقف، طبعا هيتوقف ماتشين افريقيا، فانت عايز حارس ثالث مع المهدي سليمان. فسمعنا ان مشكله عواد اتحلت، لا شفنا عرض للبيع لعواد، لا شفنا ايقاف لعواد، ولا شفنا اي حد بيتكلم عن معاقبه عواد. فاصبح ان انتوا اعلام صرف صحي. يا جمهور الاهلي العظيم، عندنا كبوه كبيره وكبيره قوي. انا عن نفسي ما طلعتش من ساعه ماتش الترجي لحد دلوقتي، لان عندي حاله اكتئاب بسبب خروج النادي الاهلي من بطوله افريقيا، عشان احنا مش جلدنا تخين زي ناس، تمام؟ فيطلع ينظر على الاداره اللي انت بتتكلم عليها دي. عملت 4 افرع، عملت استاد النادي الاهلي، عملت طفره كبيره في الفرقه، عملت تعاقدات جامده. عندها اخطاء، انما ماذا عن الاداره
اللي اتسحبت منها الارض يا عمرو يا درديري، ماذا عن الاداره اللي عندهم النهارده الوقف القيد ال 14 وبنبارك لكم ان شاء الله عقبال ال 15 تمام، وال 13 اللي عدى من غير ما حد يتكلم فيه لان الناس ايه مشغوله في النادي الاهلي والحمله اللي معموله ضد النادي الاهلي، فما حدش يتكلم عن ايقاف القيد الزمالك ال 13. والنهارده من ساعه بس كده او 5 دقائق 10 دقائق القيد ال 14 ايقاف قيد للزمالك. ما حدش بيتكلم ليه؟ في مؤامره يا ساده على النادي الاهلي. احنا طبعا منجرفين غصب عننا في الموضوع ده علشان احنا زعلانين على الخروج المهين من افريقيا على ايد الترجي. تمام؟ فلازم نصحى. هنساند غصب عننا اداره مترديه، اداره فنيه انتهت صلاحيتها متمثله في الخطيب ومجلس ادارته، وقرارات متاخره قرارات متاخره، ولكن عندنا دوري. والناس دي عايزه تجرك للانحدار التفكيري دوت، وانك انت تفضل لابس عبايه ان انت يعني غضبان وبيستغلوا غضبك وبينفخوا في النار وبينفخوا في عقول الجمهور النادي الاهلي علشان النادي الاهلي لا يشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم القادم، ودي هتبقى كارثه كبيره. ليه؟ لان هتقلل فرصك في الصعود لكاس العالم 29، ومن ثم اصلا مش مكاننا بفضل رب العالمين الكونفدراليه. فاصحوا للموضوع ده، هنتلف حوالين فرقتنا، هنقف ونساند وندعم لاخر الموسم، وبعد كده الحساب اعتقد ان لو لا قدر الله في اخفاق يبقى من الكرامه للكابتن الخطيب ومجلس ادارته الاستقاله، لان انتوا اهنتوا اسم النادي الاهلي. ولن نغفل او يعني مش هنقول ونخسف بحقكم الارض ان انتوا المواسم اللي فاتت عاملين انجازات كبيره. النادي الاهلي في 7 فاينل من 8 فاينل، الاهلي بياخد 3-4 دوري ابطال افريقيا في اخر 5 سنين، ده انجاز كبير. كاس عالم للانديه، انشاءات، الكلام ده كله. بس يا كابتن خطيب لو سمحت ما ينفعش نيجي على التورته ونرش تراب زي ما حضرتك ما بتعمل دلوقتي. فنتكلم على اللجان الالكترونيه ونستمر في حديثنا عليها. بيغذوا في عقول الناس انك انت كنادي الاهلي انتهيت، انك غرقت، وده الكلام ده مش مظبوط. بن شرقي اللي قال لك شال اسم النادي الاهلي من على الانستجرام بتاعه، اولا بن شرقي ما حطش اصلا ان هو لاعب في النادي الاهلي علشان يشيلها، وطلع واتكلم مع الزملكاوي الكبير مهيب عبد الهادي وقال له انا ما حطيتهاش اصلا عشان اشيلها. فاصبح اهو عايزين يوقعوا، وكل الامور دايره على حوالين اللعيبه اللي كانت في الزمالك، بياخدوا بطارهم منهم عن طريق اسقاطهم وطحن اللعيبه في قلب بعضها في النادي الاهلي. ده بياخد عقد 100 مليون فيبدا اللعيب يشتغل انا عايز زيه، وده بياخد مش عارف ايه، وده ايه وده ايه، ويقول لك من الظلم ان امام عاشور ما يتعاقبش ويرجع يلعب على ناس المفروض تلعب عليه. الكلام ده تقوله حبيبي لفرقتك الواقعه اللي انتوا بتكذبوا الكذبه وتصدقوها، دي كذبه وتوهوا وموتوه، والكلام اللي انتوا فيه ده كذبه هتفوقوا عليها ان شاء الله لما تقابلوا فرقه قويه، وان شاء الله لما تيجوا تحت مقصله النادي الاهلي في الدوري وهتشوف الكلام الصح والمظبوط. ولك في الموسم ده في الماتشين اللي فاتوا اسوه حسنه. المفروض يعني السوبر اللي كان لسانكم قد كده واتقطع بفضل الله، وماتش 2-1 بتاع الشحات اللي فتح عندكم جحيم من المشاكل. فالنادي الاهلي عليه كل الحذر، اللعيبه لازم تسترجل، اللعيبه لازم تلم بعضها، يا تريزيجيه يا شناوي الناس الكبيره تلم الفرقه وتتكلم معاها، واداره النادي الاهلي تعمل اجتماعات مكثفه مع اللعيبه. ويا ريت اداره النادي الاهلي تفتح التدريبات لجمهور النادي الاهلي، يخش يحمس لعيبته ويبث فيهم الروح من جديد. وامام عاشور اللي قال لك هيجي له جاي له عقد من السعوديه، اول حاجه يا جماعه النادي الاهلي ما بيقفش على حد. امام عاشور هتلتزم يا ابني هنشيلك فوق دماغنا، مش هتلتزم يبقى اتفضل مع السلامه. ولكن جابوا له عقد من القادسيه، طلع الناس اتكلموا قال لك ما فيش مفاوضات. زيزو اللي بيدور على عرض خليجي، الكلام ده عالي تماما من الصحه. زيزو ملتزم، زيزو عايز يسطر تاريخ غصب عنكم وعن اللي جابوكوا في النادي الاهلي ان شاء الله، وهيسطروا. بس هي الامور تستقر في النادي الاهلي، ولكل مقام مقال. النادي الاهلي كبوته بفضل الله بيقوم منها بسيل وطوفان من البطولات، انما انتوا كبوتكم بتعملوا زي السيد قشطه وترنخوا كده في الميه مش عارفين تقوموا.
فحذاري كل الحذر للنادي الاهلي من المؤامره الكبرى. وادي ايقاف قيد جديد يا زمالك ال 14، ويتربى في عزكم. طبعا مش هنشوف حد بيتكلم عن سوء اداره نادي الزمالك. المكسب عندهم غطى على حاجات كتير، على فشل حاجات كتير، ما حدش بيتكلم عندهم عن مشاريع اداره ولا عن ايقاف قيد. دلوقتي اختفت الظروف، دلوقتي اختفت الارض، دلوقتي النادي الزمالك القوي سيد افريقيا وسيد قشطه وسيد رز بلبن والكلام ده كله. وقت ما يحصل تعثر، لا ده الزمالك عنده ظروف. دلوقتي اختفت الظروف، سجل يا تاريخ اهو. اختفت الظروف وطلع اورلو ظروف بتاع رأفت الهجان. دلوقتي ان انتوا فرقه قويه وعندكم وعندكم وعندكم. دلوقتي نجحت التجربه الجون ادوارديه، صح؟ لما النادي الاهلي وقع، شغلهم الشاغل دلوقتي فحذاري لجمهور الاهلي العظيم. من هنا عايزين نعمل حمله دعم فريقك، وقف فريقك على رجله، رجع النادي الاهلي تاني، نلتف حوالين الفرقه واحنا كلنا غصبانيه علشان الدوري العام، ننقذ ما تبقى من ما يمكن انقاذه في الموسم. النادي الاهلي لازم بفضل رب العالمين ان شاء الله ياخد دوري علشان يقدر يشارك في دوري ابطال افريقيا ويستمر، ايا كان مين هم بقى، هم واخدين على الكونفدراليه سواء بيراميدز او الزمالك. ان شاء الله النادي الاهلي ينتفض من جديد. اللي بيحصل في النادي الاهلي دلوقتي لا يعني يشغل بالي ولا اي حاجه، لان ده فشل من فشل لفشل لفشل. لانك انت عمال تطلع لي فانتازيا وتطلع لي قرارات وتطلع لي بيانات وما بنشوفش حاجه بتتنفذ على ارض الواقع خالص. نشيل محمد يوسف من مدير رياضي نوديه لمدير قطاع الناشئين ونمشي وليد صلاح او نمشي وليد سليمان. عارف انت كراسي موسيقيه، شيل من ده حط ده حط ده حط ده. والكابتن الخطيب بيدي الصلاحيات لياسين منصور اللي هو اصلا ما بيقعدش في مصر ومسافر على طول، وهكذا يستمر فشل اداره النادي الاهلي. ويطلع علينا كاموش المهاجم التعبان دوت يقول لك احنا ما بنتدربش واحنا ما بنعملش، ويفضح الاسلوب اللي بيعمله يصرف في التدريبات، ان هو ما بيعملش تدريبات تخصصيه وان هو ما بيصححش اخطاء وان هو وان هو وان هو. وده كله بسبب محمود الخطيب وادارته السيئه للفريق. يعني كانت دي دردشه سريعه، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده. سلام عليكم.